يا نهار اسود، ايه اللي مرات اخويا بتعمله ده؟ عايزه اخلص منك، بكرهك، نهايتك هتكون عليا. عارفه ليه؟ عشان انتي وليه نكديه ومقرفه، وانا زهقت منك ومن عشق. اقول لك على حاجه كمان، لو فكرتي بس انك تبيني اي حاجه قدامهم، ده لو لحقتي يعني، هيكون المره الجايه نهايتك على ايدي بجد، وبقى بايدي هخلص منك، وانت عارفه ان انا ما بطيقكيش. فاهمه حاجه؟ بقى اصورك وهوريك لاخويا. ماشي ماشي يا حماتي، يلا تهدي يا اختي، واتمنى بس ابنك ما يعرفش اي حاجه، عشان انت لو بينتي قدامه حاجه انا هخلص عليكي، وانت عارفه ان انا قادره اعملها في ثانيه واحده، ومش هيبقى في اي دليل. مش هخلص منك قريب يا حربايه، يلا بكرهك. يلا يا اختي. ماما اللي بتعمله ده، انا مش هسكت، انا هقول لاخويا. اللي بتعمله ده عايزه تموتك؟ بس يا ماما، بس اهدي، هدي اعصابك بس يا ماما، معلش انا هقول للمنطقه، انا مش هسكت، ما تخافيش، بس اهدي مش هيجرالك حاجه، ما تخافيش، حقك عليا انا، اهدي. عايزه حاجه يا امه؟ انا خارج. عايزه حاجه؟ لا معلش يا امه، غصب عني، انا عندي شغل، اخلص الشغل واحاول اجيلك على طول. معلش. تسمعي بقى كلامي بالحرف الواحد. صوتك ده انا بكره ان انا اسمعه، بسمعه بحس ان انا اتدوشت. شكلك حبيتي، اما انا كنت بطلع عينك في كل مره، بس للاسف المره دي انت بقيتي شوله وحوله. خلاص ما بقاش في منك منفعه يا نور، قصدي يا حماتي. بس اقولك على كلمه واحده، احنا لسه على وعدنا، ابنك لو عرف حاجه هنهي عليكي، وانت عارفه ان انا ما بهددش، صح ولا لا؟ ماشي، بس انا بفكر لك في حاجه، لو حصلت اوعدك ان مش هيبقى في اي دليل عليا ان انا خلصت منك، وهخلص منك في اقرب وقت. وهو المحلول كده كده اصلا كل حاجه فيه بتساعدني برضه، ما انت كل يوم بقيتي تاخدي جرعه حلوه من الحاجات الحلوه اللي انا بحطها لك، وهو بتاثر عليكي اكتر واكتر، ويا ريتك عارفه انك تنطقي، ما انت عاجزه. انت بتعيطي ليه؟ انا قلت مش عايزه اسمع صوت، مصره ان انت تزعليه منك. ها هتنطقي تاني؟ في ايه مالك؟ جعانه؟ ماشي يا حماتي، عن اذنك. قومي انجري ونضفي، حتى لو هتقومي تنجري تكنسي وانتي عاجزه. قومي يا مشلوله، لا والله انا مش عارفه اقول ايه على قلبي الطيب، انت حره. لو وقعتك هتبقى وقعتك وحشه قوي، وهتتكسري وانت مشلوله، يبقى هتبقي مكسوره ومشلوله، فتخيلي بقى هيبقى منظرك عامل ازاي. هتسمعي كلامي؟ تسمعي كلامي عشان انا صفر، زي ما تقولي كده ما بينزليش اي حد من زور. ها ما تخلصي يا اختي، انت شكل الادب برضو مش جايب معاكي نتيجه، فيلا بينا ان احنا نشوف اللي جاي. يلا بينا. ماما يا ماما، اللي انت عملتيه فيها ده حرام عليكي. هو انت شفتي انا عملت ايه صح؟ ايوه شوف. طب بصي بقى يا منى، بصي كده على امك وخليكي مركزه مع وشها، اوعدك
لو انت ما اتحركتيش يا منى وفضلتي انك ساكته هتبقي زيك زي امك. لا انا اصل امك دي كانت في يوم من الايام زيك، بس العبد لله خلاها مشلوله زي ما انت شايفه. وانت لو ما خرستيش وحطيتي بقك جوه لسانك ولسانك جوه بقك هتبقي قلعه منها. يا شيخ حرام عليكي، دي زي حرمت عليكي عيشتك يا بت. احترمي نفسك واتلمي واعرفي انت بتكلمي مين يا عينيا، عشان انا قادره ان انا اخدك دلوقتي لحم وارميكي عض وانت ما تعرفيش روعه اما بتبقى قادره بتعمل ايه. قومي يا ماما، حبيبتي معايا. هتقوم تعمل لك ايه يا حبيبتي؟ دي عاجزه مشلوله. يا ماما هسيبك انت وامك يا اختي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. في ايه يا علي؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعملي في امي ده؟ هو انت فاكر ان انا مش عارف؟ انا حاطط كاميرا مراقبه يا علي لامي بس عشان اشوف كل حاجه. تعالي يا اما، تعالي، حقك هجيبهولك لحد عندي قسما بالله. لا خلي ايامك انت فاكر انا هطلقك؟ انا مش هطلقك وحياة امي لا ذلك، لا خليكي خدامه تحت رجلي. يا علي بس فهمي. خشي يا اما، خشي. تعملي معمره كده يا علي طب افهمني. انا اسفه. ايه؟ قال لك ويفيد بايه الندم؟ بقى انت بتهين انا؟ ام اللي جابتني للدنيا وربتنا عشان اجيب واحده زيك. عارفه العز اللي انا فيه ده كله هي السبب فيه. الست المشلوله المريضه دي اللي المفروض انت تعتبرها امك وتقفي جنبيها تعملها اكل وشرب وتراعيها. ده انا مأمنها معاكي. يا علي ده بس انا مبسوط افهمني. وهي معاكي وبحمد ربنا وانا في الشغل واقول الحمد لله يا رب ان انت وعدتني بزوجه صالحه. تعملي في انا كده؟ تفهمني بس يا علي. عايزه تقولي ايه؟ انا ما كانش قصدي والله، وندمانه على اي حاجه وحشه انا عملتها معاك. وسع بس طيب، وسع طيب، وسع. انا مش عايز اشوفك تاني يا علي طب مش عايز اشوف خلقتك دي في البيت تاني. يا علي طب سامعاني؟ طب حقك عليا انا اسف. انت طالق بالتلاتة. عارفه لو في اكتر من تلاتة كنت طلقتك. انا كنت هذلك تهرميك هنا زي الكلبه، بس فعلا انت ما تستحقش تعيش عندي. يلا ياما تعالي اطلعي بره بره ماشي بره بره. قلت لي ياما ما قلتليش ليه؟ ما حاولتيش حتى تفهميني لو انت مش قادره تتكلمي؟ ليه تسيبي نفسك لواحده زي دي تعمل فيكي كده؟ ليه؟ معلش ياما معلش، حقك على راسي، انا جبت لك حقك وبزياده. خلاص وانا مش هتجوز تاني. انا كفايه عندي ان انت تكوني بخير.